وده اليوم رقم 42 من حياة مصور في ثانوية عامة. لا مش في ثانوية عامة، في المتحف المصري. بدأنا يومنا اللي احنا كنا نتحرك من سوتر الساعة 7:30 الصبح، وزي ما انتوا عارفين انا ما سافرتش السفرية دي لوحدي، ده انا خدت حد منكم معايا. قابلت احمد اللي هيسافر معانا، وبدأنا اللي احنا نتحرك ناحية الاتوبيس. متحمس يعني اليوم، مستعد جدا كان باين عليه الاستعداد جدا يعني. فخدنا بعضنا وطلعنا على الاتوبيس وبدأنا اللي احنا نتحرك. منور والله. مسافة السكة خلاص لقينا نفسنا خارجين بره اسكندرية بنودعها وفي اتجاهنا إلى المتحف المصري الكبير. الجو كان بدأ يبقى ممل، فقلنا لهم يشغلوا أغاني في الأتوبيس، فحسيناه برضه ممل فقمنا نولعها. المهم اللي احنا فرهدنا حرفيا ما كناش قادرين، فقعدنا بقى عشان ناكل كده ونسترجع طاقتنا تاني من أول وجديد. احمد مبسوط جدا والله، يوم حلو قوي. احنا لسه بدأنا. هو ايه اليوم حلو؟ هيبقى حلو. المهم بقى نسيبنا من كل ده، انا لمحت الهرم من بعيد ودي اشاره اننا قربنا. بس هو انت ازاي لحد دلوقتي ما نزلتش عملت فولو؟ انزل اعمل فولو، عايزين نوصل 50,000 قريب. لا وبعدين لسه في حاجات كتير قوي هننزلها عن المتحف، فازاي تفوت؟ يلا اهو مستنيك، مش هبدا الفيديو غير لما تعمل لايك. يلا نزلنا اخيرا من الاتوبيس ولقينا نفسنا قدام المدخل على طول. حرفيا لو تعرفوا كميه الحماس اللي حسيت بيها من اول ما شفت كلمه المدخل دي لوحدها، يعني رهيب. وبجد انا مش شخص من هوايتي ان انا اتفرج على متاحف او اروح مكتبه او اعمل الحاجات دي، بحسها ممله. بس بجد المتحف ده غير فكرتي نهائي عن فكره المتحف اصلا. يا نهار ابيض على الجمدان، يا نهار ابيض على الجمدان، تحفه، اقسم بالله تحفه جدا يعني. حرفيا بتحس بكميه عظمه وانت داخل من مدخل المتحف. بس طبعا اول ما بتخش اول حاجه بتقابلك تمثال رمسيس، بعد كده بتسيبه وتحود شمال على طول عشان تبقى قدام الدرج العظيم. وده عباره عن مجموعه من السلالم كتيره حبتين بتاخدك لاول قاعه عرض، وعاملينها بطريقه ما تحسش انك طالع كل السلالم دي، حرفيا تحسك كانك ماشي، وطول ما انت طالع حاطين لك قطع اثريه بتتفرج عليها. وعلى يمين السلم بالظبط في سلم بالكهرباء مخصص لكبار السن وذوي الاعاقه، او الناس اللي فرهدت شبهي وهتشوفوني وانا نازل من عليه في اخر الفيديو. واول ما بتوصل اخر السلم ده بتلاقي قدامك بانوراما كامله على الاهرامات. بعد كده بتحود شمال وتخش على اول قاعه عرض. بدانا انا واحمد نلف المتحف حته حته ونتفرج على كميه الحلاوه والجمال ده كله. بجد المتحف معمول بطريقه تخليك ما تملش ولا تزهق منه ابدا، لدرجه ان انا دلوقتي نفسي اروح ازوره تاني وانا لسه زيه. المهم انا واحمد فضلنا نلف لحد ما وصلنا عند اعظم اكتشاف من وجهه نظري في التاريخ، وهو الجناح الكامل لمقبره توت عنخ امون. للاسف مش هعرف اوريك في الفيديو ده لان وقت الفيديو كده طول قوي، فاعمل لي فولو عشان كمان شويه هنزل بارت 2 اللي هيبقى فيه بقيه الرحله وكل التفاصيل عن قناع توت عنخ امون.